عجبني اشكال الليب جلوس اللي موجودة على بينترست ومعاه حاجات كده بالخرز، فقررت اجرب في واحد عندي وجبت دبوس كده وبدأت اسخنه علشان اعمل الخرم اللي هيدخل فيه كل حاجة. خلي بالكوا كويس قوي ان وهو سخن ما يجيش على ايديك. بعد كده جبت حلقة كبيرة علشان تستحمل كل اللي هيدخل فيها ودخلتها في الخرم ده، وجبت خرز عندي وده حلق قديم ما كنتش بلبسه فقررت استخدمه. شلت الجزء اللي فوق ده علشان لونه اتغير خلاص. بعد كده جبت خيط سنارة او ممكن تجيبه اللي هو زي الاستيك، وجبت كل الخرز اللي عندي وحطيته قدامي وبدأت ادخل بكل عشوائية. بصراحة ما كانش فيه فكرة معينة في دماغي، كل اللي كان في دماغي ان الالوان تكون ماشية مع التيوب بتاعة الليب جلوس او الليب تريتس، يعني عشان ده مش ليب جلوس. بعد ما اتأكدت من المقاس قفلتها من الجزء اللي تحت، والجزء اللي فوق اللي هو هنثبت فيه ربطته ربطة. بعد كده حطيت فيه القفل ده وقفلته وحطيت فيه حلقة وكده تبقى جاهزة ان هي تثبت. عملت كده برضو مع الحلقة القديم. بعد كده بدأت ان انا احطهم كلهم مع بعض في الحلقة الكبيرة اللي حطيناها في الاول خالص. بعد كده جبت كي تشين وثبتها برضو في نفس الحلقة الكبيرة دي وكده يبقى خلصت. بصراحة كنت عايزة اجرب الفكرة بس بكل الماتيريال اللي عندي وما اشتريش حاجة، بس حاسة النتيجة طلعت حلوة. ولو قلتلكوا على سر اكبر ان انا اصلا عمري ما بشيل مفاتيح ودايما بنساها في البيت، بس تمام. المهم ان شكلها عجبني.